رغم إنها عاشت حياة قصيرة وتوفت في سن صغير، إلا إنها قدرت تسيب بصمة كبيرة في عالم الفن والاستعراض، وحققت شهرة وصلت للعالمية. هي لهاليبو أو تمر حنة، خفيفة الظل متعددة المواهب. عرفت الشقة منذ طفولتها. اتولدت في سيرك والدها بطنطا في سنة 1929، وكان والدها يوم ولادتها حزين جدا لأنها كانت الابنة الرابعة له، وكان يتمنى إنها تكون ولد. بدأت تدريب في السيرك لما كان عندها 4 سنين، وقدرت تتفوق على شقيقتها التلاتة الأكبر منها لحد ما بقت هي بطلة السيرك. ولكن تعرض والدها للإفلاس لأنه يقال إنه هو كان مضيع فلوسه على القمار. انتقلت ساعتها نعيمة عاكف هي وإخواتها ووالدتها للعيش في القاهرة بشارع محمد علي بالتحديد، بعد ما تزوج والدهم على والدتهم، وكان وقتها عمرها حوالي 10 سنين. رفضت والدتهم إنهم يشتغلوا في الصالات أو يعني اللي هي الملاهي الليلية، اللي حست بإنها تستغلهم استغلال سيء ومهين لأخلاقهم. فبدأوا البنات الأربعة يقدموا عروض استعراضية في الشارع علشان ياخدوا فلوس يعيشوا وياكلوا منها بعد تخلي الأب عنهم. الحقيقة المشهد ده فكرني بمشهد مشابه له عملته نعيمة عاكف في أحد أفلامها، مع اختلاف القصة طبعا، وهو فيلم 4 بنات وظابط مع أنور وجدي، لما كانت هي وزميلاتها التلاتة اللي خرجوا من الملجأ بيرقصوا في الشارع وبيعملوا استعراضات. وبالمناسبة ألحان الاستعراضات دي والرقصات اللي كانت في الفيلم ده كانت للعبقري منير مراد. واللي عايز يتعرف على أغاني وألحان منير مراد يرجع لفيديو صانع البهجة منير مراد، هسيب لكم لينك الحلقة بتاعته في صندوق الوصف. المهم إن في مرة بعد سنوات طبعا من الشقة شافها وهما بيرقصوا ويغنوا في الشارع علي الكسار، وأعجب برشاقتها فضمها لفرقته، وكانت متميزة جدا في فرقته، كان بيديها أجر 12 جنيه. واستعانت بيها بديعة مصابني لتقديم عروض في الكازينو بتاعها، كانت مسمياها لهلوبة لأنها كانت بتتعلم بسرعة، وكانت بتديها 15 جنيه، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا وقتها. بدأ يشوفها عدد كبير من المخرجين واستعانوا بيها في سنة 1948 في بعض مشاهد لفيلمين. الفيلم الأول هو حب لا يموت، والفيلم التاني آي حرامي. وفي عام 1949 ظهرت كراقصة في فيلم ست البيت مع المخرج أحمد كامل مرسي، وأعجب بيها ساعتها المخرج حسين فوزي وقدمها في عدة أفلام زي بلدي وخفة، بابا عريس، فتاة السيرك، جنة ونار، تمر حنة، يا حلاوة الحب، وأحبك يا حسن. وحبها المخرج حسين فوزي وتحول إعجابه بيها من كونها فنانة لإعجاب وحب كزوجة، وفعلا اتجوزها رغم فارق السن ما بينهم، وانتقلت معاه من العيش بشارع محمد علي لفيلا بمصر الجديدة، وعاشت معاه حياة كلها رخاء وسعادة. وعمل معاها عقد احتكار بحيث انها ما تشاركش في اي عمل فني الا تحت اشرافه فنيا. وفعلا عملت معاه نعيمة عاكف عدد كبير جدا من الافلام، وصل ل 15 فيلم او اكتر. اول فيلم عملته معاه كان العيش والملح. وبعد زواج استمر سنين انفصلت نعيمة عاكف عن زوجها المخرج حسين فوزي، ولكن مش بسبب الفن ابدا. سبب الانفصال كان انه هو كان رافض فكرة الانجاب نهائيا، لانه كان عنده ابناء من زوجته الاولى. ونعيمة عاكف كانت بتتمنى الخلفة لأن طبعا ده كان أول زواج ليها. انفصلت عنه لهذا السبب، ويقال إنها ما انفصلتش عنه إلا بعد ما هددته بالانتحار. فازت الفنانة نعيمة عاكف بلقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو سنة 1958 ضمن 50 دولة كانت مشاركة في المهرجان ده. وكان بعد كده في المهرجانات الكبيرة في الدول الأوروبية كانوا بيحطوا صورة كبيرة لنعيمة عاكف تقديرا ليها ولفنها. وحكت الفنانة هند عاكف ابنة عبد المنعم عاكف الأخ الأصغر لنعيمة عاكف، وقالت عمتي كانت بتحب تجمع العيلة وكريمة جدا وبتحب الخير، ورغم عصبيتها إلا إنها كانت طيبة القلب وبتحب بيتها وأهلها بشكل كبير، وكانت متواضعة جدا رغم شهرتها العالمية. وفي مرة أحد الصحفيين سأل نعيمة عاكف عن أفضل راقصة في نظرها في مصر، وقالت تحية كاريوكا وسامية جمال وزينات علوي، ومفكرتش أبدا إنها تقول اسمها. تزوجت الفنانة نعيمة عاكف للمرة التانية من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد. ولأن نعيمة عاكف فاتتها فرصة التعليم في صغرها،
فعوضت ده بالاستعانة بمدرسين لتعليمها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية حتى أتقنت ال3 لغات. نعيمة عاكف ما كانتش بتحب تتكلم أبدا عن علاقتها بربنا، ورفضت في إحدى المرات أن يلتقط ليها أحد المصورين صورة ليها وهي بتصلي، وقالت له إن الصلاة علاقة بينها وبين ربنا ما ينفعش تتاجر بيها أو تكون محل للنشر في الصحافة. وكانت بتبعد دايما عن كاميرات المصورين والأجواء دي تماما خلال شهر رمضان. كانت بتفضل تقضي أغلب أوقاتها في الاعتكاف والالتزام بالصلاة وقراءة القرآن. اتعرفت نعيمة عاكف طوال حياتها بأنها بتحب زيارة مساجد أولياء الله الصالحين، وخاصة مسجد السيدة نفيسة. ومرة جاوبت على سؤال من أحد الصحفيين عن حكمتها المفضلة فقالت: قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، دي أفضل حكمة عندي. بعد الزواج التاني لنعيمة عاكف قطعت بدلة الرأس تماما، وكانت بتقضي أغلب أوقاتها مع ابنها الوحيد محمد. وخلال مشاركتها في فيلمي أمير الدهاء وبياعة الجرايد في سنة 1963 حست بدوخة وإعياء شديد. وقالت هند عاكف عن الموقف ده إن نعيمة عاكف فكرت نفسها حامل وكانت بتدعي ربنا يرزقها ببنت، وكمان فصلت فستان للبنوتة، فستان كروشيه، بس في مرة الخيط فك والفستان كله باظ، وساعتها اتشأمت نعيمة عاكف جدا وزعلت. لكن لما زاد تعبها وألمها راحت المستشفى، وهناك الدكاترة اكتشفوا بعد التحاليل إنها مصابة بسرطان المعدة. كانوا أهلها مخبيين عليها، بس بعدها عرفت من الدكاترة هي عندها إيه. ورغم تعبها خرجت من المستشفى وكملت تصوير الفيلمين اللي كانت بتصورهم وقتها. وبعدها عانت نعيمة عاكف آلام شديدة وتعب صعب جدا استمر معاها لمدة 2 سنين. كانت طوال الوقت ده بتدعي ربنا دايما فيهم إنها تقوم بالسلامة، وتحملت كتير جدا عشان خاطر ابنها، عشان لا هي تتحرم من حبه ولا هو يتحرم من حنانها. ولكن يشاء القدر وترحل الجميلة نعيمة عاكف في سنة 1966 وهي لم تتجاوز سن 37 سنة، تاركة ابنها الوحيد محمد وهو عمره 4 سنين. وكانت آخر حاجة نطقت بيها نعيمة عاكف وهي على فراش الموت اسم ابنها محمد. في بعض المواقع قالت إن ابنها محمد مات وهو طفل رضيع بسبب سوء التغذية، لأن نعيمة عاكف كانت مريضة ومش عارفة ترضعه. طبعا الكلام ده مش صحيح أبدا، ولكن ابنها لم يظهر أبدا على وسائل الإعلام، ومحدش اتكلم عنه ولا قال عنه معلومة جديدة من بعد وفاة والدته الجميلة نعيمة عاكف، وما نعرفش ابنها فين دلوقتي. ياريت تدعوا لها بالرحمة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة.